ازيكم؟ انا هبه ودي قناتي. النهارده هنعمل احلى ترايفل كنافه بالفواكه بطريقه سهله ولذيذه وهتعجبك قوي. اولا هنعمل الجيلي انا هستخدم 2 باكو جيلي، مفروض ليهم 4 كوبايات ميه، انا هحط 3 بس. كوبايتين ميه سخنه هنقلب فيهم الجيلي كويس كده، وبعدين حطيت كوبايه ساقعه واحده ودخلته التلاجة علشان يتماسك. احنا مش عايزينه يتماسك للاخر، نص نص كده وهنطلعه. بعد كده عملنا الشربات، كوباية مية مع نص سكر، وسبته على النار لحد ما داب وبيغلي كده. حطيت عصرة نص ليمونة وسبته 8 دقايق، وبعدين حطيت الفانيليا ونزلته. الكنافة بتاعتي ربع كيلو كنافة في محضرة الطعام، وطحنته كويس كده، وبعدين في طاسة على نار هادية وحطيت فيها معلقتين سمنة كبار، وحطيت الكنافة وبدأت أحمرها. تحطيها على نار متوسطة، ما تبقاش عالية قوي، وتقلبي باستمرار كده علشان تاخد لون ذهبي جميل ما تتحرقش مننا. لما اخدت بقى اللون الذهبي ده حطيت لها معلقتين سكر بودرة، وقلبت كويس لحد السكر ما داب. بعد كده حطيت لها حوالي نص كوباية شربات، وقلبتها كويس لحد ما شربت الشربات بتاعها. نزلتها. هبدأ بقى أعمل الكريمة. باكو كريم شانتيه معاه ربع كوباية مية و ومعلقة لبن بودرة، لأن ما كانش عندي لبن حليب. لو عندك لبن حليب حطي ربع كوباية لبن حليب على طول. وتضربي بقى بمضرب البيض وبالسباتولا كده، قلبي من تحت لفوق، ما يبقاش فيه أي حاجة متكتلة، واضربي لحد ما نوصل للقوام ده. دخليه التلاجة شوية. الكيك اللي عندي بواقي كيك، ممكن لو مش عندِك كيك يعني استخدمي كيك جاهز. قطّعته بالشكل ده كده وحطيت عليه 4 معالق شربات، ودي أول طبقة عندنا. طبعًا أنا استعملت بولة بايركس كده علشان الطبقات بتبقى باينة وألوانها تبقى جميلة كده، فيُفضّل يعني إن أنتِ تحطّي برضه في بولة بايركس كده. كده عملنا بقى أول طبقة. بعد كده هنحط فوقيها الفاكهة اللي عندنا. الفاكهة اللي استخدمتها فراولة وموز. لو عايزة تغيري الأنواع براحتك، ممكن تعمليها بالمانجا برضه هتبقى جميلة قوي. أنا حطيت الفراولة والموز، قطعت الموز بالشكل ده، والفراولة قطعت نصها بطريقة طولية كده، ونصها التاني شرايح عادية. ده حوالي ربع كيلو فراولة وثلاث موزات. حطيت بقى الفراولة اللي هي متقطعة بشكل طولي على جناب البولة كده بالشكل ده. ده شكلها. وحطيت الشرايح في النص كده، الفراولة والموز. بعد كده دلوقتي الجيلي جمد في التلاجة، طلعته قلبته بالمعلقة كده وحطيته. حطيه بقى فوق الفاكهة وافرديه كده بالمعلقة. وبعد كده هنحط الطبقة اللي بعدها اللي هي الكريمة. شايف بقى شكل الطبق حلو ازاي؟ هنحط بقى الكريمة بالراحة كده، لان طبعا الجيلي تحتها مش متماسك قوي، وهي نفسها برضو الكريمة طرية، فتحطي بالراحة وبالمعلقة كده تفردي لحد ما نوصل لكده. هنحط آخر طبقة اللي هي الكنافة بالمعلقة برضو بالراحة، ما تضغطيش قوي، لأن كله طبعا تحت الكنافة كلها حاجات طرية يعني، فبالراحة كده. كده خلصنا الطبقات بتاعتنا. هنزين بقى الوش بأي حاجة. ممكن بقى تزيني بحبة زبيب وجوز هند، ممكن تحطي حبة مكسرات. أنا حطيت فراولاية كده قطعتها بالطول وحطيتها على الوش، حسيت إنها تبقى شكلها ماشي أكتر مع الجيلي كده والفراولة. شايفة بقى شكل الطبق. عندك طبقة الكيك، طبقة الفاكهة، طبقة الجيلي، الكريمة، الكنافة في الآخر. هتدخليه بقى التلاجة مش أقل من 4 ساعات، ويفضل يعني لو عملتيه من بالليل وحطيتيه لتاني يوم بيبقى طعمه حلو قوي تاني يوم. وبألف هنا. ولو عجبك الفيديو النهاردة اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وباي باي.